السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. يلا بينا النهاردة نعمل البامية بلحمة كده يا ست الكل. وخليني أقولك، طاجن البامية أحلى باللحمة ولا البامية العادية؟ والله الاتنين أحلى من بعض، بس لو حيث إن أنا هبيت أكل بصراحة أنا بستخف البامية العادية. طبعا الطاجن جميل وكل حاجة، بس البامية العادية بتبقى أخف كتير لما تبات. خلينا نقول على بركة الله ونبدأ. عندي نص كيلو من البامية البيضة التركي، ودي اللي أنا بحبها في الويكة وفي البامية وفي كل طبعا أنواع البامية. خلينا نقول على بركة الله. قطعة اللحمة زي ما انتي شايفاها كده، عشان ناخد شوية بامية حلوين. دول نص كيلو بامية، عليهم 3/4 كيلو طماطم يا ست الكل. الطماطم متصفية لأي خضار، عشان اللي بيسأل ليه الاكل لما بيبات بيبقى تقيل. في ناس ما بتصفيش الطماطم بعد ما بتضربها في الخلاط، لا احنا بنصفي الطماطم لكل الخضار. طب البامية بتحب ايه؟ بتحب طماطم كتير وبتحب بصل كتير. يبقى ده كده مقارب على الكيلو طماطم، او كيلو وربع وحاجة، اي كيلو الا ربع وحاجة بسيطة. خلاص. عندنا هنا بقى بصلتين محترمين كده، تقدري تقولي البصلتين ربع كيلو الا حاجة بسيطة. خلينا نروح على البوتاجاز ونقول على بركة الله ونبدأ. بسم الله كده. معلقه سمنه. احنا بقى كده يا ست الكل، اثناء طبعا احنا ما قمعناش الباميه، اول حاجه هننزل بيها هي البصله. ما نعطلش بقى نفسنا يا ست الكل، نبدا نسوي كده في اللحمه. طبعا اللحمه بتاخد سوا الاول غير الباميه، وبعدين اثناء ما احنا كده بنسوي في اللحمه نتسلى في الباميه. هنا كده احنا بنعمل ايه؟ بندبل البصله، يعني مش بنصفرها، لا احنا بنخليها يا دوبك تدبل يا ست الكل، عشان هنحط معاها اللحمه نشوحها، فالبصله بتاعتنا ما تبقاش غامقه. النار نار متوسطه. الباميه ما بتحبش بهارات كتير، غير الفلفل الاسمر ما بتاخدش، فهنشوح اللحمه بالفلفل الاسمر. اول بقى ما اللحمه تبدا تاخد لون من تحت يا ست الكل كده، من الطبقه الاولانيه قلبيها وسيبيها برضو شويه. يبقى ما نقلبش اللحمه الا لما تبدا تاخد لون بسيط كده من الجزء الاولاني. هنا بقى ننزل بالطماطم ولا ننزل بايه؟ لا ننزل بمج ميه سخنه كده يا ست الكل، ونسيب اللحمه نص ساعة في المية السخنة على نار متوسطة. ليه؟ علشان تنزل طبعا كل السوائل اللي فيها، تنزل طعمها مع البصلاية، وبعد كده نضيف الطماطم عشان طبعا ناخد حتة لحمة دايبة. طعم بامية مش قادرة اقولك جميل قد ايه. اول ما تغلي كده هنوسط النار عليها، وطبعا لازم نغطيها. هنا كده اللحمة كان مر عليها نص ساعة. شايفة اللي فاضل كده من كوباية المية حاجة بسيطة طبعا مع البصلة. هنا بقى بقولك يا ست الكل، لحمة العيد السنة دي بتاخد سوا جامد قوي. طب مر نص ساعة، وقبليها طبعا كان حوالي كده 12 دقيقة في التشويح، وكمان سيبيها ساعة وربع في الصلصة على نار هادية خالص، لان انا نفس اللحمة دي عاملاها قبل كده وبتاخد سوا. يعني على قد ما نقدر. طبعا البامية بتحب حتة اللحمة كده تكون مستوية كويس جدا فيها. وطبعا مش هنضيف ملح ولا اي حاجة دلوقتي، هنهدي عليها النار كده ونسيبها براحتها يا ست الكل لما تستوي كويس جدا. بصي لون الطماطم جميل ازاي، علشان انا كل خضار بعمله بضرب الطماطم في الخلاط، بحط معاها نص معلقة صلصة من المعلبات بتديكي الشكل الحلو، وفي النهاية هتشوفي كده لون الطماطم شكلها جميل قد ايه. بعد بقى ما سيبنا اللحمة كده تستوي براحتها على نار متوسطة، بصي ست الكل حتة اللحمة اهي بدأت تخش في السوا. نروح نازلين بايه بقى؟ بالبامية. بسم الله كده. ونسيبها برضو على نفس النار، يعني ما نعليش عليها النار. ممكن لو هنزود دلوقتي كوباية مية كده او نص كوباية مية. زي ما انت شايفة كده البامية بتتكلم عن نفسها، مش قادرة اقولك الطريقة دي بتخلي طعم اللحمة مع طعم البامية حاجة تانية. لو هنزود مية دلوقتي هنزود نص كوباية بس تكون سخنة. هنا كده الدمعة بتاعتي كانت قليلة، الدمعة بتاعتي برضو لازم تكون شوية مرتفعة شوية كده فوق البامية واللحمة، عشان البامية تستوي كويس. انا خلاص كده ضمنت سوى لحمة مظبوط جدا، بس برضو لازم يكون في شوية دمعة كويسين فوق البامية. البامية بتاخد حوالي 25 دقيقة سوا على نار طبعا هادية زي ما انت شايفة. خلاص
قدامها 5 دقايق عدد وهطفي عليها النار. ايه اللي انا بقى بنزل بيه في الاخر؟ زي ما انت شايفه 3 فصوص من الثوم الصيني مدقوقين، ونص معلقه فلفل اسمر، ربع معلقه ملح، ومكعب ماجي. ودي كده بتخلي الباميه مش قادره اقولك حلوه قد ايه. ما بحطش فلفل اخضر. الطريقه دي جميله جدا كده. والباميه مهما قعدت، هي طبعا يعني لو كبرها لو قعدت هيبقى البكره ان شاء الله حبه صغيره. وما ادراك يا ست الكل لما شويه الباميه بيباتوا مش قادره اقولك بيبقى جمالهم بزياده قد ايه. خلاص هقلبها بقى تقليبه كويسه. شايفه الجمال والحلاوه بتتكلم عن نفسها والله يا ست الكل. واللحمه الدايبه اللي جواها 5 دقايق بالظبط كده وهنطفي عليها النار. شايفه الجمال والحلاوه يا ست الكل. شايفه دمعه الباميه الاول كده عامله ازاي. شويه بقى تسبيكه مش قادره اقولك. تعالي كمان نشوف اللحمه اللي بصي مش مستحمله كده. شايفه الجمال والحلاوه. والباميه كده طعمها خطير جدا. خليني اقولك معلومه بسيطه يا ست الكل. لو اللحمه زي عندنا كده بتاخد منك سوا اليومين دول، لحمه العيد كل الناس بتشتكي منها ان هي بتاخد سوا الايام دي، خليني اقولك اول ربع ساعة خلي النار عالية على اللحمة، وبعد كده طول الوقت هدي عليها النار. هتلاقي اللحمة زي ما انا قطعتها كده دايبة معاكي دوب. ربع معلقة سكر سواء في الشوربة او في التسبيكة بتاعتها، ربع معلقة سكر صغيرة جدا هتخلي اللحمة معاكي طرية وليها طعم حلو جدا. بجد طعمها تحفة مع شوية رز بشعرية كده. بس نزود الشعرية فيهم، البامية بتحب الرز بشعرية والشعرية تكون زايدة. والبدنجان المخلل من اساسيات البامية يا ست الكل. ولو عجبتك القناة ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. واوعي تنسي اللايك الحلو اللي بنستناه منك، وده بس من كرمك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.